السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب بيراميدز يفاجئ به النادي الأهلي ويثور غضبا في الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب، ليبقى بيراميدز في صدارة الدوري ب 54 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني ب 42 نقطة من 18 مباراة. فقد دخل على الخط مدرب بيراميدز الكرواتي كورنسلاف يوروتيتش، وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: أنا سعيد بفوز بيراميدز على المقاولون العرب، وأهم شيء حصولنا على الثلاث نقاط، لا نبقى في الصدارة. ولكن أكثر ما أغضبني صراحة هو موقف إدارة نادي الزمالك التي أعلنت انسحابها أمام الأهلي. فهذا الانسحاب سيعطي للأهلي 3 نقاط هدية، وليس هذه فقط، وأن الأهلي سيرتاح أسبوع من غير مباريات. كل هذا ليس في صالح بيراميدز، فأنا أندهش أن الزمالك ينسحب أمام الأهلي، فالزمالك لا ينافس الأهلي وبيراميدز. الزمالك في منتصف الدوري وترتيبه ال 12 أو ال 13، والزمالك لا يعنينا في المنافسة. فأرجو من اتحاد الكرة أن يغلظ العقوبة على الزمالك لكي يلعب هذه المباراة. وأنا أعلم جيدا أن الزمالك لا يرغب في مواجهة الأهلي لأنه سينهزم بكل تأكيد، فالأهلي هو منافسنا المباشر، وإذا الزمالك لم يلعب هذه المباراة فالأهلي سيستفاد كثيرا وسيشكل خطرا على بيراميدز في التتويج بالدوري. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.